في حياتنا الروحية السرعة وعدم التركيز. يعني ايه السرعة وعدم التركيز؟ يعني ايه السرعة وعدم التركيز؟ بصوا، هو مفيش مثلا اتنين هيصلوا بسرعة واحدة، لكن احنا بنتضايق من السرعة اللي تخلي الانسان مش مركز في اللفظ اللي بيقوله. يعني ممكن اقول ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اثمي، بس حاسس بالانسحاق، دي تعدي. لكن واحد وانا اسفك علينا وعدد وقت من هذا هو حد بيقول لك بالراحه ابلع ريقك، قول له اصل انا مستعجل على الشغل لازم اخلص. لا، هو الموضوع مش لازم تخلص، هو انت لازم تتكلم مع ربنا صح. في حاجه غلط. ده اوقات في ناس بتكلمني بسرعه قوي بتتلهوج في التليفون، اقول له لو سمحت اتكلم بالراحه، انا مش لاقط منك حاجه. فاوقات الواحد من كتر السرعه ما بيبقاش حاسس بحاجه. يعني انا بقول ان في واحد بيصلي بسرعه بس حاسس، ده كويس. انا بتكلم لو السرعه مخله. ودايما ادي المثل في القداس، لما احنا بنصلي المزامير قبل القداس بيقولوا شويس تنين شويس تنين شويس تنين، تسبيحه صلاه الساعه الثالثه المسيح قدمها طيب المزمور هياخد له قد ايه عشان حتى اقراه بدقيقه؟ يبقى على الاقل لو انا كاهن وبصلي 3 مزامير يبقى 3 دقايق. لكن لو انا قلت بشويس تنين شويس تنين تسبيحه الثالثه المبارك عند زوكساس يو سيمون تليفون، بتضرب. انت بتتكلم ايه؟ بتعمل ايه؟ بتعمل ايه؟ تلاقي الواحد اوقات بيلت الكلام وياكله من كتر السرعه. ليه؟ تعالى بدري 5 دقايق، او مش هيحصل حاجه لو اتاخرنا 5 دقايق. لكن لما الواحد يعتاد على سرعه مخله، السرعه المخله تفقد الانسان الاحساس بالوقوف قدام ربنا. يعني هاخد حته من الاجبيه كلكم حافظينها في صلاه النوم. انا مثلا اقول ايه؟ هو ذا انا عتيد ان اقف امام الديان العادل مرعوبا ومرتعبا من كثره ذنوبي. فبقولها ازاي؟ هو ذا انا عتيد ان اقف مرعوبا ومرتعبا لان عمر لكن توب يعني دوم تلا تلا لسه الحين زوك ساباتريكي ايوكي. فين ده؟ طب بذمتكم دايما اقولها للشباب كده، ده شكل واحد مرعوبا ومرتعبا؟ ده واحد راكب بسكليته وبيجري على منزل، ده واحد مش ممكن يكون في تركيز. لكن شوفوا لو انا بقولها ان شاء الله حتى اقول قطعه من الثلاثه بس اقولها صح، اقولها. طب انا بقى بقول من بره خلصت صلاه النوم، لا مش نوم، ده انا اخدت غروب ونوم وخدمه من خدمات نص الليل الثلاثه. لا برافو عليك. واساسا مفيش حاجه وصلت فوق، لان انا مش عارف انا بقول ايه.